من حوالي 3000 سنة كده من دلوقتي، في عصر الدولة الحديثة وتحديدا في عهد الملك أمنحتب الثالث، عاش شخص اسمه أمنحتب ابن حابو. أمنحتب ابن حابو كان واحد من أهم الشخصيات اللي خلدها لنا التاريخ المصري، واللي اتشهر بأنه كان وزير الملك أمنحتب الثالث شخصيا. والغريب بقى أنه كان من عامة الشعب، يعني ولا كان ملك ولا بيحمل الدم الملكي، كان زي وزيك كده. هتقولي أمال وصل للمكانة دي ازاي؟ وليه بتقوللنا أنه من أهم الشخصيات اللي خلدها التاريخ المصري؟ هقولك لأنه ببساطة قدر بذكائه ومهاراته وكفاءته العالية، سواء في الكتابة أو الحكمة أو الهندسة أو الديانة أو الطب أو غيرهم، قدر يوصل لأعلى المناصب في مصر القديمة. كان عبقري بمعنى الكلمة. طب واحنا عرفنا منين بقى الكلام ده؟ عرفنا من خلال تماثيله اللي موجودة في المتحف المصري، زي التمثال ده اللي عثرنا عليه هو وتمثال تاني مشابه ليه، ومعاهم تمثالين للوزير رعمسو أو رمسيس الأول اللي هيبقى فيما بعد أول ملوك الأسرة 19. لقينا الأربع تماثيل قدام الصرح العاشر لمعبد أمون رع في الكرنك. التمثال من الجرانيت الأسود وارتفاعه 130 سنتي، واخد وضع الجلوس وبيصوره وهو مسن، وده باين جدا من ثنايا وترهلات جسمه. ومكتوب على قاعدة التمثال مجموعة من الألقاب اللي خدها. تعالوا نعرف ايه هي؟ النقش هنا بيبدأ من اليمين وبيقول: إن كا إن إري بعت إلى روح النبيل الأمير حاطي عاو العمدة، سيش نسو كاتب الملك، سيش نفرو كاتب الشباب المجندين، إمن حتب ماع خرو أمن حتب صادق الصوت، إي شمعتيو محتيو يا أيها الجنوبيين، يعني سكان الصعيد، والشماليين واللي هم سكان الدلتا، إيرت نبت مقاط إيتن وكل عين ترى قرص الشمس، إيو إمحج خنت آر واسط، يا من تأتون إبحارا شمالا وجنوبا تجاه واسط، سنوحم النبت نسرو للتوسل إلى سيد الآلهة، والمقصود به هو أمون رع رب معبد الكرنك. إمعا إيو إن إي فلتأتوا لي سمي جد سن سأبلغ قولكم أو شكواكم، إن إمن إم إبت سود إلى آمون في معبد الكرنك. بيبدأ النص بألقاب أمنحتب ابن حابو، وبعد كده أمنحتب بيخاطب سكان جنوب وشمال مصر وبيقول لهم: لما تكونوا جايين إبحارا من الشمال والجنوب متجهين لمعبد الكرنك، تعالولي هسمع شكواكم وطلباتكم كلها، وهتوسط لكم كمان عند المعبود أمون رع بنفسه علشان يحققها لكم. وده بيأكد على مكانة أمنحتب ابن حابو في المجتمع المصري القديم، اللي وصلته لأنه يلعب دور الوساطة بين البشر والمعبود زيه زي الملك بالظبط. وده طبعا بسبب ثقة الملك أمنحتب الثالث في الشخص ده، وحتى ثقة الشعب فيه كمان وصلته له إنه يتم تأليهه كإله للطب والهندسة والحكمة وغيرهم حتى بعد 1000 سنة من وفاته، وقدسوه كابن للإله بتاح في منف. يا جدي، انت عملت كل ده؟ لا، رد عليا، قولي عملت كل ده ازاي وما تعمليش من بنها. ده انا نسيت صحيح، انت من بنها فعلا. اصل أمنحتب ابن حابو يا عزيزي اتولد في منطقة تل أتريب، او باللغة المصرية القديمة حوت حريو ايب، ودي منطقة بتقع في شمال شرق بنها، وتحديدا في منطقة كوم سيدي يوسف اللي كانت عاصمة الإقليم العاشر من أقاليم مصر السفلى. وبس كده يا سيدي، ودي كانت قصة أمنحتب ابن حابو اللي بدأ حرفيا من تحت الصفر، ورغم كده وصل للخلود في كتب التاريخ. كل الفخر يا جدي والله.